قصة طريق المطفوفة. في ليلة من ليالي الشتاء القاسية، كان فريد يقود سيارته عبر الطريق القديم بين عين الدفلة والمدية. طريق مهجور يعرفه الناس باسم طريق المطفوفة. طريق كل من مر به ليلاً يعود بوجه شاحب لا ينسى تلك اللحظات. بينما كان فريد يشق العاصفة، لاحظ شيئاً يقف عند حافة الطريق، شيئاً أبيض ساكناً كأنه لا ينتمي لهذه الأرض. خفض السرعة، اقترب أكثر، وإذا هي امرأة ترتدي رداء أبيض ملتصقاً بجسدها من البلل، لا تتحرك، لا تلوح، فقط تنظر بنظرة لا تشبه نظرة البشر. تردد فريد لحظة، ثم قال في نفسه: لا يمكن أن أتركها وحدها في هذا المطر. اقترب منها وسألها: يا سيدتي، هل أنت بخير؟ أين وجهتك؟ رفعت وجهها ببطء، وبمجرد أن دخل نصفه تحت ضوء المصابيح تجمد الدم في عروقه. كانت عيناها سوداء بالكامل، بلا بياض، بلا حياة، لكنها ردت بصوت خافت متكسر: وصلني للدار، راه قريب. فتح لها الباب دون أن يعرف لماذا، ودخلت السيارة بصمت مخيف. مع كل لحظة يقود فيها كان يشعر بها خلفه، كأنها لا تجلس بل تراقب. نظر إلى المرآة فلم ير وجهها بوضوح. كلما حاول النظر كان الظل يبتلع ملامحها أكثر. ثم جاء صوتها من الخلف، صوت منخفض كأنه يخرج من بئر بعيد: زيد، روح لليسار، ما زال شوية. نظر إلى اليسار ولم يجد سوى منعرج خطير يؤدي إلى غابة كثيفة تردد، وابتلع ريقه. هذا الطريق ما يديش للدوار، راكي متأكدة؟ ساد صمت خانق، ثم سمعها تقول بصوت أبرد من المطر: عارفة، روح. اقترب من المنعرج، لكن شيئاً في داخله كان يصرخ فجأة. سمع حركة غير طبيعية خلفه، التفت إلى المرآة فرآها تزحف على المقعد الخلفي نحوه. وجهها بدأ يتشوه، وفمها يتسع كشق أسود لا نهاية له. ضغط فريد على المكابح بكل قوته. انزلقت السيارة، توقفت، فتح الباب وقفز للشارع تحت المطر دون أن يلتفت. ركض حتى رأى ضوءاً صغيراً يتلألأ من كوخ في الغابة. فتح الحارس الباب، نظر إليه وقال ببرود غريب: يا ولدي، ماكش أول واحد تهرب من هذيك. اقترب فريد منه بصوت مرتجف: من هذيك؟ رفع الحارس المصباح وأشار نحو الطريق وقال: المرأة اللي ماتت هنا عام 1998. بقات توقف السيارات كل ليلة باش ما تبقاش وحدها في هذيك الظلمة. التفت فريد نحو سيارته في البعد، رأى الباب الخلفي مفتوحاً، والرداء الأبيض ما يزال على المقعد، كأن جسداً غير مرئي يجلس فوقه. وبقي الطريق يبكي قصصاً لم ترى، ويطفئ أنوار من يمرون عليه كي لا يتركهم يعودون كما ذهبوا.